برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا على الهواء مباشرة في صباح القاهرة اليوم الاثنين. وطبعا يمكن الفقرة اللي كانت موجودة دلوقتي على الشاشة مع حضراتكم عن الطاقة المتجددة واهتمام الدولة المصرية بوجود مصادر أخرى للطاقة، لأنه العالم كله يعني في المستقبل هيعاني من نضوب بعض مصادر الطاقة اللي احنا متعودين عليها. عشان كده الدولة المصرية كانت مهتمة أن يكون في مصادر أخرى للطاقة النظيفة كمان والمتجددة زي الشمس، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. هنتكلم أكتر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بيشرفنا في استوديو صباح القاهرة الدكتور سامح نعمان، أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة. دكتور مرحبا بحضرتك في صباح القاهرة، أهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، يعني خلينا الأول نعرف هل إحنا عندنا وفر في مصادر الطاقة في مصر ولا لا؟ يعني احنا دايما بنتمتع بشمس ساطعة معظم أيام السنة، حتى في فصل الشتاء، يعني غير دول أخرى في أوروبا بتعاني. فهل ده فعلا معناه علميا ان احنا عندنا وفر في مصادر الطاقة؟ احنا عندنا الحمد لله، دي هبه من عند ربنا ان الجو عندنا مناسب جدا لانتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه الفوتوفولتيك. كويس. دي على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل. تمام. يعني اي حته في جمهوريه مصر العربيه لها الامكانيه في انتاج الطاقه الكهربائيه تمام. بالطاقه الشمسيه. بعض الاماكن بيتركز فيها طاقه الرياح. مم. احنا المساحه بتاعتنا لو اخدنا نص في المية، مم. نص من 100%، يعني 5 على 10,000 من مساحة جمهورية مصر العربية، وعملناها طاقة شمسية، هننتج ما يقرب من 50 جيجا وات، بما يعادل إنتاج كل الكهرباء اللي احنا بننتجها حاليا. مم. ده نص ما. فإذا احنا لو استغلينا الأرض في إنتاج الطاقة الشمسية هيبقى عندنا وفر كبير جدا في الطاقة. هنقدر نصدر كطاقة، هنقدر ننتج طاقة الهيدروجين اللي هي بتعتمد على الطاقة المتجددة. فإذا مصر هبة من عند ربنا في إنتاج الطاقة ووفرة الطاقة المتجددة. ده بالنسبة للشمس. للشمس، طب والريح فيها جزء كبير اللي ورياح. هو خط البحر الأحمر. فعلا احنا بنشوف اللي بيسافر برا للبحر، البحر لمحافظات الأحمر البحر الأحمر، هو بيشوف كتير جدا من ابتداء من راس غارب ونازل على الجنوب وخليج الزيت، دول مناسبين لطاقة الرياح التقليدية اللي هي الكلاسيك اللي هي الثلاثة ريش. انما في طاقة رياح تانية ثلاثة ريش اللي هو العمود اللي احنا بنشوفه زي اللي هو المروحة ده. هي المروحة، توربينات. دي الثلاثة ريش. في اكتر من كده؟ في توربينة تانية 10 ريشة ممكن تشتغل في اي حتة في جمهورية مصر العربية. لان الفرق بين الاثنين، الثلاثه ريشه بتشتغل على سرعه رياح 15 متر، يعني الريشه وهي بتلف كده لازم يكون الهواء العمودي عليها سرعه من 13 ل 15 متر في الثانيه. تمام. انما التوربينه اللي هي 10 ريشه اللي 5 قدام و5 ورا بيلفوا كده عكس بعض، دي بتحتاج سرعه رياح 6 متر في الثانيه. فبالتالي نقدر نشغلها في اي مكان في جمهوريه مصر. بس اكيد مكلفه اكتر طبعا. لا زي بعض. زي بعض في التكلفه وفي كل حاجه. طب هل في مناطق في مصر بنستخدم فيها اللي هي لا لسه، لان دي تكنولوجيا جديده المفروض ظهرت من 2014 على مستوى العالم. كويس جدا. بدا استخدامها قليل كانها بتولد هي رياح، لان بتولد الطاقه من الرياح نفسها. بتولد الطاقه من الرياح. ولها مميزات طبعا كتيره جدا. وهو عموما على مستوى العالم طاقه الرياح فيها مشاكل اكتر من الطاقه الشمسيه طبعا. يعني لو بصينا لاوروبا، اوروبا فيها مشاكل بالنسبه لطاقه الرياح اكتر بكتير من الطاقه الشمسيه، لانها بتحتاج منطقه ارضيه سواء بقى بتعمل في البحر او بتعمل على البر. في اوروبا عشان يدوا تصريح لمكان يتعمل فيه طاقه رياح بيقعد من 2 ل5 سنين عشان ياخد التصريح. الاسباب انه طبعا ندره الارض، بالنسبه ما عندهمش مساحات كبيره فاضيه. ثانيا انه عشان ياخد طاقه رياح يبقى لازم الحته اللي هياخدها يعوض اصحابها في مكان تاني يستخدموه، لان هو بيستخدم هياخد ايه؟ يا اما بيربي مواشي، يا اما مزارع انتاج زراعي وما شابه ذلك. صحيح. فلازم يعوض المكان ده في مكان تاني. ثانيا التكلفه زادت دلوقتي بالنسبه للتضخم اللي حاصل. الطاقه مش متوفره في اوروبا، فبالتالي المصانع بدات يقل انتاجها او تقفل. فبالتالي معدات طاقه الرياح في اوروبا قلت. كمان التنافس من الصين، وجود الصين بتنتج هذا الكلام، معدات المكونات بتاعه طاقه الرياح اصبحت منافس قوي في اوروبا. بدل ما تستخدم المعدات من اوروبا بتشتريها من الصين، وفي مشاكل تجاريه ما بين اوروبا وامريكا والصين. فبالتالي طبعا معدات الطاقه الرياح اللي موجوده في اوروبا فيها مشاكل كتير جدا، فيها في عدم وجودها اصلا حاليا دلوقتي بقى، وبالذات بعد حرب روسيا واوكرانيا دي طبعا اصبحت مشاكل كتير. انما لو بصينا للطاقه الشمسيه، الطاقه الشمسيه
بعد حرب اوروبا، بعد حرب اوكرانيا وروسيا، اصبحت اوروبا محتاجه جدا للطاقه الشمسيه او الطاقه المتجدده عموما. صحيح. فهي عملت ايه؟ المانيا بتبني المحطات طاقه الرياح فوق الطاقه الشمسيه فوق البيوت، وبعدين اللي هي الالواح الشمسيه الالواح والخلايا الطاقه الشمسيه، الشمسيه. وبتدفع لها فلوسها. يعني ما فيش مواطن بيتكلف حساب الطاقه الشمسيه. انجلترا بتدفع نفس الكلام، امريكا بتدفع 80% من التكلفه. وبعدين بيعملوا تجميع لمحطات الطاقه الشمسيه اللي فوق البيوت ويربطوها على الشبكه. دي بتوفر كتير من استهلاكه للغاز او لاستيراده للغاز. طبعا بعد الحرب بداوا يتجهوا لهذا الكلام، لقوا ان هم بيشتروا المعدات من الصين، الالواح من الصين، وجزء منها من روسيا. فبدات في مشاكل اخرى، فان هم بداوا يقولوا ان احنا نتيجه المشاكل دي نعمل مصانع عندنا. اسبانيا بدات تبني مصنع من سنه 22. فرنسا نفس الكلام، كل واحد بطاقه 2 جيجا. ولكن المشكله في ايه بقى؟ الفتره الزمنيه اللي بيبني فيها المصنع، التكلفه بتاعت المصنع، التكنولوجيا اللي بتستخدم، العماله والاجور بتاعت العماله غاليه كتير جدا عن الصين. فبالتالي الصين ما زالت مميزه بنسبه 95% من انتاج الالواح الطاقه الشمسيه على مستوى العالم. واسبانيا وفرنسا بيجهدوا ان هم يعملوا محطات المصانع دي علشان يبتدوا يستغنوا شويه عنه، ولكن هم بداوا ياخدوا بالمخزون اللي عندهم ورفعوا الانتاجيه بتاعتهم من 34 جيجا ل 76 جيجا طاقه شمسيه في خلال 4 سنين. كويس جدا. ده بالنسبه لبره. لاوروبا. بالنسبه لمصر احنا طبعا احنا ما عندناش تصنيع، احنا عندنا جزء تجميع وليس تصنيع. تصنيع من ان انا اخدها من السيليكون واطلع كل حاجه. احنا التجميع، ونسبه التجميع عندنا قليله، ولكن احنا عندنا المساحه اللي تشتغل على هذا الكلام، ان احنا نقدر نعمل مساحات شاسعه. بس هنا في شرط رئيسي، ان انا علشان استغل الطاقه دي وتبقى لصالح البلد، يبقى لازم اللي بتعملها الحكومه وليست قطاع خاص. يعني ما تبقاش استثمارات خاصه. استثمارات في الطاقه لا، لان الاستثمار في الطاقه حضرتك ليه؟ لان انا لما بعمل في قلب الدوله لصالح الدوله اقدر اصدر بحساب الدوله، اقدر استعوض اللي داخل الدوله من بقى نقص سواء غاز سواء اي حاجه تانية. يعني اركن الغاز واعتمد على الطاقه الشمسيه في فتره النهار ب6 ساعات، فهتوفر لي كم كبير من الغاز اقدر اصدره او اقدر اعمل بيه الاحتياجات بتاعتي. لما اجي اقول ان انا بصدر طاقه من داخل مصر لبره، انا بصدرها لمين؟ هو المستثمر بيجي بيعمل الاستثمارات بتاعته، بياخد الطاقه بتاعته من عندي انا، بيبتدي يطلعها اوروبا باسم مصر، ولكن هي بمنتجه. فهو لازم يبقى عشان استثمر الطاقه صح، يبقى اذا لازم يكون العنصر الرئيسي لبناء المحطات واستغلالها لازم يكون تبع الدوله. تبع الدوله. الطاقه خاصه الطاقه بالاخص، لان انا هستخدمها، انا بستخدم حضرتك قلت هنصدر. هقدر اعمل هيدروجين اخضر. هيدروجين اخضر لما اجي اعمله من الطاقه بتاعتي، من انا اللي عاملها بحساباتي كدوله، يبقى انا اذا هتقف عليها رخيصه. لان انا لما انا هعمل محطه الطاقه الشمسيه، كيلو واط هيقف على الدوله بحوالي سنت ونص. لو انا اشتريتها من المستثمر هشتريها بكام؟ ب3 سنت، ب4 سنت. هذا الفرق انا اولى بيه كدوله. تمام. وبالتالي لما اجي اعمل محطه طاقه، محطه هيدروجين بتستهلك طاقه كهربائيه عاليه جدا. هاخدها منين؟ هاخدها من الطاقه، لازم طاقه متجدده. صح. لازم طاقه متجدده. فعشان اخدها من طاقه متجدده في فرق تكلفه بحطه على المستثمر اللي جاي يشتغل. انا لو قللت له التكلفه الاوليه، يبقى بالتالي المصانع عندي هتشتغل كتير وبسرعه. يعني حضرتك بتقول انه الاستثمار في الطاقه لازم يكون تابع للدوله، تابع، لانه التصدير كمان هيبقى مهم. ده هيكسب الدوله اكتر بكتير من ان انا اجيب مستثمر يشتغل حتى في الطاقه. حتى لو استلفت الفلوس من البنك الدولي، فانا ضامن انها هتترد. فهمت حضرتك. هتترد وهتترد بسرعه، وفي دخل ثابت بيردها. تمام. اللي هو الطاقه اللي انا بس. وبعدين بتوفر عائد كبير جدا جدا على الدوله. ثانيا محطه الطاقه الشمسيه بعد 10 سنين بتجيب ثمنها، فبالتالي ال10 سنين اللي باقيه بعد كده بتقف عليها الكهرباء ببلاش. طب ما هو ده يتطلب انه يعني لو الدوله هي اللي هتستثمر، او يعني هنقول الدوله هي اللي هتكون صاحبه موضوع انتاج الطاقه ده، الطاقه المتجدده خاصه، لازم يكون في العماله اللي هتشتغل
تبع الدوله لازم تكون مدربه بشكل كبير. حضرتك هل ده بيتطلب فعلا سفر وتدريب؟ لا 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 ولا حضرتك ايه؟ احنا من 2014 مصر، بقت من الدول الخبيره في انتاج الطاقه المتجدده. كويس. احنا عندنا شباب خريجي جامعات وخريجي الكليات، سواء بقى كمهندسين او فنيين، خبراء. خبراء وفعلا كويس جدا. كلمه خبراء دي يعني خبراء فعلا. كويس. وعندهم الامكانيه ان هم يعملوا محطات على مستوى مصر بالكامل، وعندهم الامكانيه ان هم يدربوا اجيال كتير موجوده. كويس جدا، يعني ما عندناش مشكله لا في خالص. المهندسين او الفنيين. لا لا، ده بخلاف اللي بيتخرجوا كمان من الجامعات، عندهم خبره وعندهم شغل وعندهم اهميه، لانهم العالم كله عارف اهميه الطاقه المتجدده، فبالتالي احنا بنبصها في المهندسين الخارجين، وكل مشاريعهم بتتجه لهذا الكلام. كويس جدا. فبالتالي دي موجوده. هو بس لو توفرت الماده لصالح الدوله هنبقى اغنياء طاقه على مستوى العالم. الماده نفسها لو الفلوس. توفرت. الفلوس. الفاندز او اللي هو الفاندز. التمويل. لو توفرت، حتى لو استلفناها من البنك هنقدر نسد. هتتسد مباشره، لان ده حاجه ثابته ما فيهاش ريسك انها تبوظ. كويس جدا. الريسك بتاعها ضعيف جدا يعني. كويس جدا. طب حضرتك ذكرت الهيدروجين الاخضر، يعني يمكن حضرتك برضو عايزين نعرف تفاصيل اكتر. هل هو تكلفته عاليه؟ هل احنا في انتاجه دلوقتي فين؟ في انهي مرحله بالظبط؟ تمام. الهيدروجين الاخضر احنا بدانا فيه بقوه من سنه 22 نتيجه 2022. تمام. 2022 نتيجه الطاقه المتجدده اللي احنا اشتغلنا فيها داخل مصر من 14 ل 20 سنه 14 لسنه 20 عملنا انتاجيه قويه جدا بالخبرات اللي موجوده، اصبح العالم كله عارف ان مصر عندها خبره في الطاقه المتجدده. العناصر الرئيسيه لانتاج الهيدروجين الاخضر لازم يكون طاقه متجدده وميه محلاه. احنا عندنا العنصرين دول متوفرين. احنا عندنا ساحل البحر الاحمر وساحل البحر الابيض المتوسط حوالي 3000 كيلومتر. طيب المساحه دي عليها ميه، نقدر نعمل تحليه ميه، بس ميه مالحه. ما احنا تحليه ميه. تحليه الميه ونستخدم الميه في انتاج الهيدروجين. تمام. لما بستخدم الهيدروجين، اولا الطاقه الناتجه من الهيدروجين كهيدروجين 2.8 ضعف اي طاقه ثانيه. كويس. ادي واحد. 2، الهيدروجين انا لو بيستخدم بقى طبعا في كل ما يتخيله الانسان. لو انا استخدمته في الطاقه الخضراء، مصنع الهيدروجين الواحد يشغل جنبيه 5 مصانع سماد اللي هو بيطلع امونيا خضراء. لان هو عشان اعمل امونيا خضراء بعمل 18% من الهيدروجين والباقي 82% الخضراء اللي انا بستخدمها. ولو خدت الهيدروجين وضفت عليه ثاني اكسيد الكربون باخد الميثانول طاقه خضراء. وعندي المثال في اغسطس السنه اللي فاتت، اول سفينه تشتغل بالطاقه الخضراء على مستوى العالم مونت اكبر كميه طاقه خضراء على مستوى العالم من مصر، من بورسعيد. مونت 500 طن طاقه خضراء. عدت على كوريا وعدت على سنغافوره، خدت كميات من الطاقه، ولكن اكبر كميه طاقه اخذتها من مصر، من بورسعيد، شرق بورسعيد. 500 طن. فبالتالي احنا عندنا الامكانيه ان احنا ننتج الطاقه الخضراء. كويس جدا. ونلاحظ ان احنا عندنا في توزيع الطاقه الخضراء داخل جمهوريه مصر العربيه احنا عندنا مكانين لانتاج لتمويل السفن. احنا لما بنقول على بورسعيد احنا كده بنمون كل ما هو رايح على البحر الابيض المتوسط، لانها كانت طالعه من جنوب شرق اسيا ورايحه اوروبا. تمام. وبالتالي واللي داخل على قناه السويس، فاذا احنا اصبحنا محور رئيسي لانتاج الطاقه الخضراء. الهيدروجين الاخضر حضرتك لما باجي استخدمه، الميزه فيه ان هو صديق 100% للبيئه، لان انا لما بستخدم الهيدروجين العادم بتاعه ميه مقطره وليست ثاني اكسيد كربون، ويصلح وينفع ان انا استخدمها تاني. كمان العادم بتاعه ميه مقطره، ميه مقطره وتستخدم مره تانيه. ونلاحظ دلوقتي ان العالم بيتجه الى تمويل السيارات، تموين الطيارات، تموين السفن باستخدام الهيدروجين الاخضر بنسبه الهيدروجين الاخضر اللي هو طاقه. يعني هل ده مقارنه بالبنزين اللي هو بتاع الطائرات والسيارات يعني تم تجربته فعلا؟ طبعا. لانه في بعض من المصانع الكبرى للسيارات يعني على مستوى العالم في اتجاه كده انه السيارات بالكهرباء قالوا ان لا، السيارات مش قادره تمشي بالكهرباء، او في بعض الخلل في تكوين السياره نفسها. هو
هو سيارات الكهرباء ما بتمشيش في المناطق البارده فيها مشكله، ولا عاليه الحراره او اللي هي لان دي البطاريه عايزه دي توازن، دي دي مشكله بطارية، الكهرباء. مشكله بطاريه. انما الهيدروجين الاخضر في مصانع كتيره جدا، وفي 3 انواع سيارات رئيسيه بتشتغل بالهيدروجين الاخضر دلوقتي. بالهيدروجين الاخضر بس الهيدروجين الاخضر عشان نمون بيه السياره او الطياره بطريقتين، يا اما بستخدمه كسائل او بستخدمه بالضغط. هو الافضل بيستخدم بالضغط، وديت موجوده في دول اوروبا وموجوده في امريكا، يعني تم تجربته فعلا. وفي السعوديه في محطتين، وفي الامارات محطه لسيارات الهيدروجين الاخضر. وسيارات الهيدروجين الاخضر بنمون السياره زيها زي الفتره الزمنيه بتاعتها، ما تاخدش اكتر من 5 دقائق زيها زي البنزين. تمام. انما الكهرباء بنقعد حوالي 5-6 ساعات حسب بالظبط. دي وبعدين الطاقه بتاعتها العربيه بتبقى وزنها اخف. ليه؟ لان السياره الكهربائيه بيبقى فيها بطاريه ولها وزن كبير، انما الهيدروجين ما فيهاش بطاريه، فبالتالي الوزن بيقل. فالطاقه المستخدمه في الهيدروجين 3 اضعاف اللي بتستخدم من البنزين. لا، ده من اكتر البنزين بكتير كمان. من الكهرباء بكتير. احنا بنقارن بين البنزين وبين الهيدروجين. فبالتالي المسافه اللي بتقطع مسافات كبيره جدا في بالتموين السياره. يعني لو انا ممونه بهيدروجين اخضر العربيه بتقعد فتره طويله قوي. بتمشي ده توفير في التكلفه، بتوصل لحد 600 كيلو. وهو عباره عن تيوب زيها زي الاسطوانه بتاعت الغاز كده، بتركب في العربيه بتتملي بالضغط وبتمشي المسافات كبيره. ثانيا ما فيش هل ليه خطوره مثلا من الحراره او الكلام ده في درجات الخطوره في لا، الاسطوانه اصلا مضغوطه 700 بار، لان هو الهيدروجين لو تسرب وحصل له اشتعال ما بيبانش، ما بيظهرش. ولكن ايه خطورته؟ يعني ايه عيوبه؟ هو لو انفجر انفجر فظيع جدا، بس ده نادرا لما بيحصل. ليه؟ لان احنا بيتحط في اسطوانات تحت ضغط 700 بار، فهي الاسطوانه اصلا مصنعه انها تحمي الغاز من التسريب ومن الانفجار. يبقى الموضوع كله على الاسطوانه. الاسطوانه نفسها لازم تكون جيده الصنع جدا. هي دي الاسطوانه بيطلع منها الغاز الهيدروجين بيقابل الاكسجين اللي جاي من مقدمه العربيه. الاثنين بيتقابلوا في جزء مفاعل يبتدي يطلع كهرباء. خدي بال حضرتك ان العربيه الهيدروجين بتشغل العربيه بالكهرباء اللي هو بالضغط. يطلع كهرباء يشغل موتور العربيه، يشغل موتور العربيه في هدوء وبيطق عليه. وكمان نلاقي ان اللتر الواحد بيطلع من البنزين بيطلع 2.7 كيلو ثاني اكسيد كربون في الهواء. الغاز المتر المكعب اللي بيستخدم في الغاز بيطلع حوالي كيلو ثاني اكسيد كربون. الهيدروجين ما بيطلعش، بيطلع ميه مقطره. فدي من الحاجات المهمه جدا بالنسبه للاستخدام. ده لو انا بستخدم سياره الهيدروجين بالضغط. بس لازم يكون عنصر الامان مهم جدا. حضرتك قلت ان اشتعاله خطير. لا، اخطر من موجود عنصر الامان كله موجود. امريكا عندها محطات وبتبني دلوقتي محطات هيدروجين. وباخد بال حضرتك برضو القطارات بتشتغل بالهيدروجين. واستخدمت التجارب دي في اوروبا وفي النرويج. اكيد جربوها كتير. وعنصر الامان والكلام ده كله عنصر امان. التكلفه بتبقى اقل، الطاقه عاليه، ومفيش بالظبط مفيش تلوث للبيئه. فاذا هي دي موجوده متوفره. فاحنا لو اشتغلنا على هذا العنصر واحنا فعلا بنجهز فيها وجهزناها في محور قناه السويس، بان احنا جهزنا المنطقه الخاصه بتصنيع الهيدروجين الاخضر. بقت منطقه خاصه اتربطت بميناء. طب حضرتك عفوا يعني بدون قطع كلام حضرتك برضو يعني بتحبذ اكتر انه برضو الاستثمار في الهيدروجين الاخضر يبقى من قبل الدوله برضو؟ اي طاقه متجدده، لان هو ده المكسب اللي جاي. فالمكسب اللي جاي ما ادوش لحد، ده البلدي اللي لازم يبقى فيه خدمات المواطنين. بالظبط كده. الدوله اللي تستفيد. دي سلعه استراتيجيه. صح. سواء بقى هيدروجين اخضر، سواء بقى ممكن يبقى فيه مشاركه بس، ولكن النسبه الاكبر نسبه بسيطه. صحيح. والهيدروجين ده عشان يتم لازم يكون عندي طاقه متجدده، وعشان يكون عندي طاقه متجدده انا متوفر عندي. احنا عندنا الشمس كل حاجه. احنا من اكتر الدول اللي شمسها يعني بالظبط. يبقى لازم انا اللي اعملها. انما دلوقتي لما انا بقول ان عندي تصدير، مين اللي بيصدر من عندي؟ انا بقول بصدر باسم مصر، ولكن الشركات الخاصه هي اللي هتصدر بره لاوروبا. وهيبيعوا لنا احنا بتكلفه اكتر طبعا. فعشان كده احنا مش هنستفيد. انا لما بشتري من المستثمر عمره ما هيديني براس المال او بالتكلفه الرئيسيه. فهو بتقف عليه كيلو وات من الطاقه الشمسيه لا يزيد 1.5 سنت كيلو وات. انا لما هشتري منه كدوله هشتريه ب 3 سنت ب 4 سنت، في فرق تكلفه. ليه ما اخدهاش انا؟
تمام. طيب اخيرا يا دكتور، اتفضل. مجالات استخدام الهيدروجين الاخضر غير النقل، غير المواصلات، المواصلات، ولا ليه لا استخدامات اخرى؟ بيستخدم في السماد، وبيستخدم كويس. في المواد الغذائيه، في الحاجات المهدرجه يا طبعا. في المواد الغذائيه. طبعا من زمان، امم. من زمان. وبيستخدم في انتاج الكهرباء، بيستخدم بانتاج كمحطات كهرباء، بدل ما بحط اي حاجه بستخدم فيها غاز او بنزين اشيلها واحط. مصانع كثيفه الطاقه استخدم فيها الهيدروجين، بس طبعا بيحصل فيها تعديل شويه. انجلترا استخدمته من 4 سنين، كانت بتحط ما زالت بتحط نسبه صغيره من الهيدروجين مع الغاز في التدفئه. فبتحط تقريبا ما تزيدش عن 20%. لما تحط حوالي 20% مع 80% من الغاز، بتاخد طاقة حرارية حوالي 140%. هي الغاز بيدي 100%، هي لما بتشيل بقى ال 20% وتحط الهيدروجين 20%، بتاخد طاقة حرارية حوالي 140%. فبالتالي بيوفر معاها في درجات الحرارة اللي هي تدفئة البيوت وما شابه ذلك. تمام. كمان حضرتك قلنا السماد، والسماد ده من الحاجات الضرورية اللي هو الأمونيا الخضراء وما شابه ذلك. فهو بيستخدم في كل شيء. بس ناخد بالنا إن الهيدروجين حامل للطاقة وليس منتج للطاقة. لما يبقى منتج للطاقة يبقى قنبلة هيدروجينية. لا تاني الموضوع ده. الهيدروجين حامل للطاقة، يعني هو بينقل الطاقة، يعني هو يتسبب في الطاقة، ولكن مش هو منتج الطاقة. اللي بينتج الطاقة ان انا بتعامل مع الذرة بتاعة الهيدروجين. لو انا اتعاملت مع ذرة الهيدروجين يبقى انا باخد طاقة نووية. ده الفرق. عشان يقول لك طب ما الهيدروجين بيدي طاقة هيدروجينية. لا، هو طاقة هيدروجينية لو انا اتعاملت مع النواة بتاعها، انما هنا انا بتعامل مع المدارات الخارجيه بتاعت بتاعت الالكترون. تمام. الموضوع يعني مش معقد، مركب جدا. وبعدين ناخد ان الهيدروجين منه الوان كتير، واسباب الالوان ازاي باخد. هو كله هيدروجين، هو هيدروجين. لكن لما اقول هيدروجين ازرق يبقى انا باخده من الطاقه المتجدده وتحليه الميه. ليه؟ يبقى المدار الالكترون بيلف ويديني الطيف بتاعه اخضر. انما لما بقول ازرق، الازرق سيء. ليه؟ لان انا بستخدم غاز. عشان اخد الغاز انا الاول بدور على غاز، اجيب غاز. ولما بجيب غاز ببتدي اعمل له شويه معاملات كيميائيه. أيوة. اخد الهيدروجين بس باخده رمادي. رمادي معناها هيدروجين ازرق ومعها ثاني اكسيد كربون. عشان افصله يبقى بشيل ثاني اكسيد الكربون. تمام. يبقى انا انتجت ثاني اكسيد كربون. صحيح. وهنا انتجت ثاني اكسيد كربون مرتين. يوم ما كنت بطلع الغاز طلعت ثاني اكسيد كربون. لان اي ابار بطلع منها غاز او بترول بتنتج جنبها ثاني اكسيد كربون. تمام. يبقى انا هنا في المره الاولى طلعت ثاني اكسيد كربون. طيب ولما بقى هيدروجين رمادي وحولته الازرق، شلت ثاني اكسيد كربون. وبعدين اصبح عندي الهيدروجين الازرق. الازرق بقى استخدمه زي ما بستخدم الاخضر. انما لما نبص للاخضر وانا بطلعه مفيش اي ثاني اكسيد كربون. ميه وكهرباء بحللها باخد الهيدروجين الاخضر بس. فده الفرق كبير. ولذلك هو ده صديق البيئه، الثاني لا. احنا لو في يعني الاهتمام طبعا بالهيدروجين الاخضر في دلوقتي حاليا مهم جدا وكبير. هنبدا نجني ثمار اهتمام الدوله امتى بالطاقات المتجدده والهيدروجين الاخضر؟ الطاقات المتجدده احنا اول حاجه خدناها في 2020. تمام. ان احنا وصلنا النسبه اللي كانت مطلوبه داخل مصر اللي كانت 20%. تمام. كنا المفروض نوصل في 35 لنسبه 42%. ولكن نتيجه كوب 27 والتعاقدات اللي تمت في كوب 27 اللي هي 10 جيجا للامارات و5 لشركه سكاتك النرويجيه، اصبحت نسبه الطاقه المتجدده عندنا ارتفعت. تمام. فبدل ما هنوصل في 2035 لنسبه 42%، هنوصل في 2030 ان شاء الله ل 42 ان شاء الله، واكتر من كده، لان في مشاريع تانية كتيره جدت في الطاقه المتجدده. ده بالنسبه للطاقه المتجدده. وان شاء الله ربنا يسهل في الهيدروجين. النواه بتاعتها كانت السنه اللي فاتت في ان احنا مولنا بيها السفينه. ان شاء الله فهتبقى شيء كويس. تمام. يعني بنتمنى باذن الله يعني يكون مردود ده كمان على المواطن المصري يحس بيه في القريب العاجل. انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. مره ثانيه مشاهدينا بنشكر الدكتور سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه. شكرا حضرتك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. مشاهدينا بنستكمل مع حضراتكم فقراتنا الفقره التاليه عن الابحاث العلميه عن نبات العرقسوس، وهو من النباتات المهمه جدا والمفيده للصحه كمان. خلينا نشوف مع حضراتكم هذه الفقره ونرجع نستكمل اخبارنا وفقراتنا وركن الحواري الثاني مع الزميله هالة فاروق.